2000 درهم رماه ليا على وجهي وخرج ما دارش حتى شاف لجيتي. لو كان عرفني خويا اشنو تندير راه ممكن يذبحني. تحية طيبة لكم من موقع السلطانة. اليوم تشاهدون تحقيقا استثنائيا لم يكن من السهل علينا إنجازه نظرا لحساسية الموضوع، لكننا استطعنا اختراق أبوابه الموصدة لنطلعكم على حقيقة ما يدور خلفها. مشاهدة حصرية، تابعونا. وئام 29 سنة. قبل 7 سنوات اختارت ولوج علم كان يبدو ظاهره لها مليئا بالجمال، لتكتشف بعد ذلك أن باطنه لا يعترف بالخطوط الحمراء. بديت في واحد السونتر عادي ما عندوش اسم كبير، فتفاجأت أن صاحب هذا السونتر هذا كيطلب منك أنك تدخلي وتخدمي بدون شروط، فهو اللي كيفرض عليك الشروط اللي تيبغيه هو، بالحوايج اللي بغاه هو، بالثمن اللي بغاه هو. رواد هذه المراكز يؤمنون أن المال يستطيع أن يفعل ويغفر كل شيء، فكل شيء مباح مستباح. بعض لي سونتر اللي ما يمكنليش نذكر الاسماء ديالهم تيديرك انك انت ماشي جايه تخدمي عنده، مي انت جايه تكري واحد البلاصه فين تمارسي الدعاره ديالك. فهذاك الشيء على حساب لي سونتر. كاينين لي سونتر اللي ممكن تدخلي حتى 400 درهم في النهار، 500. كاين انت وكما كنقولوا انت ونهارك وباش غيطلع. وقعت لي انا تجربه اللي خاصه مع واحد الخليجي، انه مشيت معاه في الخط، من بعد شد مبلغ رماه ليا ديال 2000 درهم رماه ليا على وجهي وخرج ما دارش حتى شاف لجيتي. رغم أنها تعلم أن ما تفعله محرم دينيا ومجتمعيا، إلا أن أسرتها تظل هاجسها الأكبر. لا، دارنا ما عارفينيش تندير هذا الشيء، دارنا عارفين اني نخدم النساء فقط. فلو كان عرفني خويا اشنو تندير راه ممكن يذبحني. لا توجد أرقام محددة حول مراكز التدليك، فرغم أننا بحثنا لأسابيع لم نعثر على رقم واحد يشير إلى عدد العاملات أو حتى عدد مراكز التدليك أو حتى عدد الوافدين عليها يوميا. ولأن وئام ليست الوحيدة التي تمارس الجنس المتنكر في حصة التدليك، كان لزاما أن نبحث عن أخريات. حاولنا وحاولنا وحاولنا، لكن في نهاية المطاف لم يبقى لنا خيار سوى الكاميرا الخفية لكشف أسرار عالم أبعد مما وصفته وئام. هنا في أحد أكبر شوارع مدينة الدار البيضاء تجد نفسك محاصرا بين 4 مراكز تدليك في زقاق واحد. Bonsoir. Ça va? Tu vas bien? Ça va les filles, merci beaucoup. Merci. Ça va لا بخير الله يبارك فيك. نعم. لا ما يقص، يلا شربتها. ميرسي. صافا؟ اش اخبارك؟ بخير؟ الله يبارك فيك، الحمد لله. بغيت نسولك على لي ماساج اللي كاينين. عندنا الماساج في العظام، الماساج اونيك، الماساج ميكسيلر، والماساج تايلاندي، يتيزي مثل المسحك اللي هو الكوراكو. كوراكو. وشحال كيدير الوقت؟ عندنا من نص ساعة حتى ساعة. من ساعة؟ حتى ساعة. حتى ساعة. و لي طريف؟ à partir de 600 dirhams jusqu'à 950. 30 minutes à 600 dirhams, 45 à 800 dirhams, 1 heure à 950. والحمام combien? الحمام à partir de 560 jusqu'à 950 dirhams. Ça dépend de la liste. واخا ناخذ ديال 30 minutes. الحمام 30 minutes؟ non massage. وقلت 30 minutes c'est pas suffisant. On va تقول يلا دير الدوش نحطك تفرج. ديري شحال من حاجة. 45 minutes ديال هذيك تحسبيكم مباشرة. c'est mieux 30 minutes. Au déclaronnage après? Déclaronnage combien? 250 dirhams. هاي المساج pour. D'accord?
شحال؟ 600 dirhams. 600 درهم. فوالا. الزبون هنا الملك، يختار نوع المساج، المدة، ويختار مدلكته حسب رغباته وقدرات جيبه. الدار. دخل. صافي كنيت الفن. صافي واحد. صافي ماشي مشكل ماشي مشكل. فور بدء حصة التدليك يمكنها أن تتحول لأي شيء آخر، يكفي أن يلمح الزبون لاستعداده للتفاوض. ما عنديش فلوس كاملة. ما عنديش فلوس كاملة ديال 2000 درهم. شحال باقي؟ والله تخسر داكشي. والله ما تشري. ما يحصل داخل غرف بعض مراكز التدليك يزعج الكثيرين، من بينهم أصحاب المراكز الأخرى. حقيقة كاين بزاف ديال لي سونتر دابا، لأن ما كاين حتى لا لوا كي ريجي هاد لو دومين، يا با دو لوا كي ريجي سو دومين بالاسف، لأن كاينين اللي عنده شي بقعة فيها 5 متر كاري تيردها ان سبا وتيعمل فيها لامانسيسمون، وهو داكشي كله غير اون فاساد، داكشي كله ما كاينش منه، كاين فيه بعض المسائل ما نقدش نقولها دابا انا، ولكن كلشي راه عارفها بان ماشي كلشي تعمل لو فغي امانسيسمون، ماشي كلشي تعمل لو فغي سبا بالاسف. مدام الوزاني صاحبة المركز تفكر جديا في خلق جمعية لمحاربة الظاهرة. ماشي حنا اللي خصنا نعملو، المسؤولين اللي خصهم يعملوا، المسؤولين اللي يمشيو يدوروا على هذا الشيء ويحسبوا هاد لي سونتر. دابا انا تنظن باش نعمل واحد لاسوسياسيون بور لوتي كونتر سا، نعملوها مع الاطباء ومع لي كيني باش نعملوا الفرق ما بين ان سونتر سيريو اي ان سونتر اللي فيه الفساد واللي فيه. وليس أصحاب المراكز وحدهم من يؤكدون أن الميدان أصبح متسخا، بل حتى المدلكات لطيفة إحداهن. سي بغي هادشي المجال هذا خسر شويه، لانه للاسف كيف كنسمعوا كاينه البنت اللي ما عندهاش شهاده بعدا ديال كفاءه في هاد الخدمه، ما عندهاش ديكسبيريونس، ما فهمتش كيفاش كيجيو كيخدموهم هكا وكيوقع هذاك المسائل. تقول أنها أيضا تتعرف على الزبون الراغب في أكثر من تدليك من النظرة الأولى. مره ضروري، ولكن احنا تقريبا انا من هنا كنعرف الانسان شنو بغى، شنو كنحاول نبعدو من هذا المشكل. وللمساج هنا غرض واحد أوحد: الحفاظ على الصحة.
انا اسمي عثمان، انا اللي تهمني وهي الصحه، لانه كندير لي زاناليز وكنتبع الاطباء ديالي كلهم تيقولوا لي خصك تحاول، ماشي يكفيك انا الدراسه ودير لا مارش ودير داكشي، خصك تكومبونسي لا نيوتريسيون، لانه حتى هي كتعطيني واحد لو ريجيم سويف. لا هذا كاذب، كاينين الا كاين شي وحدين اخرين انا ما تيهمنيش داكشي. علم الاجتماع يعترف أيضا بوجود الظاهرة ويؤكد أنها باب لفتح طابو الجنس في المجتمع المغربي، بل والتفكير في تقنين البغاء. عموما خصنا نتحدثوا على ظاهرة البغاء، ظاهرة البغاء، لأنه اليوم كنتحدثوا على مراكز، كنتحدثوا على مجالات طبعا الذي لا يقبله المغاربة لأنه مجتمع محافظ لا يقبله ظاهريا. المغاربة لا يقبلون ظاهريا وشكليا بوجود مراكز أو وجود أشياء مخصصة للبغاء كيفما كانت، لكن باطنيا أو ضمنيا المغاربة يقبلون عليه، وهذا هو التناقض في شخصية الإنسان المغربي. لهذا عندما نصرح ونقول نحن علماء اجتماع ومختصين في دراسة قضايا المجتمع من هذا القبيل، نقول بأنه يجب تقنين الثغرات في المجتمع. ليس الهدف هو أنها يعني إرجاعها ظاهرة حلال بهذا المعنى، لأننا لا نتحدث عن الجانب الديني. ظاهرة موجودة في المجتمع والظاهرة مستمرة في الخفاء، من الأفضل أن نسلط عليها الضوء. أثناء التحقيق حول ما يقع خلف محلات التدليك من دعارة، حاولنا الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني ممثلة في ولاية أمن الدار البيضاء، لكننا لم نتلقى أي جواب، ليبقى سؤال المراقبة معلقا في وقت تنتشر فيه الظاهرة بشكل مضطرد بين أحياء ومدن مغربية.